زي أي بلد جديد، عانت روسيا بعد الانفصال من صراع ما بين الجيل القديم والجيل الجديد، والنتيجة كانت مشاكل وخلافات وتصريحات وغياب روح الفريق، والخروج طبعا من كأس العالم 94. Opa, opa, opa! روماريو. زي ما قلت الحلقة اللي فاتت، بانتهاء يورو 92 انتهى ظهور منتخب دول الكومنولث، وخلاص كل واحد راح يلعب لمنتخب بلده. الفيفا قرر ان منتخب روسيا هيحل محل الاتحاد السوفيتي في تصفيات كاس العالم في مجموعة بتضم اليونان والمجر وايسلندا ولوكسمبورغ بعد استبعاد منتخب يوغوسلافيا، والمجموعة دي هيتأهل منها فريقين للمونديال. الاتحاد الروسي اتأسس في 8 فبراير 92 وانضم للفيفا في يوليو 92، وتم تعيين المدرب بافيل سادارين عشان يدرب منتخب روسيا في التصفيات. سادارين هو آخر مدرب كسب الدوري السوفيتي سنة 91 مع فريق سيسكا موسكو، هو أخد دوري وكاس سنتها فتم تعيينه. الفيفا ترك الحرية لأي لاعب سوفيتي إنه يختار المنتخب اللي يحب يلعب له، ودي يمكن حاجة متكررتش، وكون ان فريق روسيا هيلعب تصفيات كاس العالم وعنده فرصة يلعب مونديال على اساس ان مجموعته مش صعبة، فعدد من اللعيبة فضل روسيا برغم انهم اصلا مش روس. مثلا جناح فريق مانشستر يونايتد اندري كينشيلسكس اللي ابوه ليتواني وامه اوكرانية، مع ذلك اختار انه يمثل روسيا. في 2005 لما اتسأل كينشيلسكس في مقابلة صحفية قال انه سنة 92 كان لازم يستنى 4 سنين لحد أول مشاركة في بطولة كبيرة لو فضل منتخب أوكرانيا. بالمناسبة حتى منتخب أوكرانيا لعب أول بطولة كبيرة بعد 14 سنة في كأس العالم 2006، وإنه أكيد مش نادم على قراره ده. نفس الكلام كان على لاعب خط الوسط فاليري كاربن المولود في استونيا، إلا إنه فضل يلعب لروسيا لنفس السبب. ونفس الكلام بالنسبة للاعيبة الأوكرانيين فيكتور أونوكو وسيرجي يوران ويوري نيكوفوروف وأوليك سالينيكو. ده نيكوفوروف وسالينيكو لعبوا بعض الوديات مع منتخب اوكرانيا سنة 92، بس حولوا على روسيا سنة 93 لان الوديات دي كانت مباريات غير رسمية وغير معترف بيها من الفيفا. في شهر اغسطس لعب منتخب روسيا الجديد اول مباراته الودية مع سادارين وقدر يكسب المكسيك في موسكو 2-0. بعدها افتتح مبارياته في المجموعة بفوزين في اكتوبر 92 وفوزين كمان في ابريل 93. كان واضح ساعتها ان روسيا هتتأهل في المجموعة دي بسهولة مع اليونان. في الصيف اتعادلوا مع اليونان في موسكو 1-1 ومع ايسلندا بره ارضهم 1-1، وده كان معناه ضمان التأهل للمونديال حسابيا. بعدها روسيا كسبت المجر في المجر وخسرت صدارة المجموعة لصالح اليونان بعد ما خسرت من اليونان في أثينا 0-1، فتأهلت روسيا للمونديال بدون مشاكل وبدون ما تخطف أي أضواء، تأهل عادي من مجموعة سهلة. روسيا في مباراة اليونان كان سجلت هدف التعادل في الدقيقة 91 عن طريق المهاجم إيجور دوبروفولسكي، بس حامل الراية الجابوني حسب أوفسايد عجيب جدا. ده كذا مدافع كان مغطي التسلل. بالمناسبة الماتش ده حكمه الحكم الجابوني جان فيدل ديرامبا، ولما اليونان سجلت الجمهور ولع شماريخ بكثافة شديدة ويبدو ان ده خوفهم، فحامل الراية أثر الشر ولغى الجول الروسي. بعد خسارة اليونان اتهم المدرب سادارين اللعيبة اللي بتلعب برا روسيا بانهم مش بيأدوا مع المنتخب بنفس المستوى مع انديتهم في اوروبا، الحجة المعتادة يعني. غير ان رئيس الاتحاد الروسي فيتشيسلاف كولوسكوف دخل اوضة اللبس بعد المباراة وانتقد المستوى اللي قدموه ضد اليونان، وده طبعا اثار اللعيبة جدا وبدأ يردوا عليه ويحاولوا يناقشوه. في وسط الكلام لمح كولوسكوف رئيس الاتحاد انه تعاقد مع شركة ريبوك عشان يلبسوا منتجاتهم في كاس العالم، وبناء عليه فكل الفريق هيلبس منتجات ريبوك وخصوصا أحذية اللعيبة، وده ضايق طبعا اللعيبة لأن بعضهم متعاقد بالفعل مع شركات تانية وفي بينهم عقود، ورئيس الاتحاد ما أخدش رأيهم قبل الخطوة دي. كمان الموضوع ده وسع الفجوة مع سادرين اللي كان عارف بالاتفاق ده. الكلام ده على لسان إيجور شاليموف لاعب خط الوسط اللي كان بيلعب وقتها في فريق انتر ميلان. رجع الفريق الفندق واتجمعوا في أوضة واحدة. الجهاز الفني كان عارف بالتجمع ده وحاول مساعد المدرب يوري سيمين يهدي الدنيا بس ما قدرش.
شاليموف اقترح انهم يبعتوا جواب لشخص قوي يقدر يستجيب لشكواهم ويساعدهم، وكان في دماغه صديقه تاميل تارابانشيف المستشار الرياضي للرئيس، واللي ممكن يوصل شكواهم للرئيس الروسي بوريس يلتسن مباشرة. تاني يوم الفريق رجع روسيا ونشروا رسالة موجهة للرئيس يلتسن في الجرايد وبتوقيع 14 لاعب في الفريق. أندري كينشيلسكس ما كانش معاهم في اليونان عشان كان موقوف، بس بمجرد ما شاليموف كلمهم في التليفون بعت لهم امضته بالفاكس عشان يكون هو اللاعب رقم 14 اللي يمضي على الرسالة. اللعيبة كان عندهم 3 طلبات: عودة أناتولي بيشوفيتش مدرب منتخب دول الكومونيلز في يورو 92 لتدريب الفريق، وتغيير لائحة مكافآت الفريق سواء مكافآت التأهل لكأس العالم أو لو تأهلوا الأدوار المتقدمة في النهائيات، وتطوير الهيكل الإداري للفريق، وإن الطلبات دي لو اتحققت هتكون كفيلة بإن الفريق يظهر بشكل كويس في كأس العالم. الرسالة كان كلها نقد لأسلوب إدارة الاتحاد الروسي وقلة الإمكانيات اللي بيوفروها للفريق، وربما ده كان وراه فساد مالي. كمان تناول المدرب سادارين وإن نجاحه في التأهل ده مجرد استثمار للعيبة اللي كانت موجودة أصلا. لو تفتكروا السلسلة اللي فاتت لما اتكلمنا على فرقة هولندا هنلاقي إنهم عملوا نفس الكلام مع المدرب لبريجيت بعد التأهل لمونديال 90، والمدرب فعلا اتغير، ويمكن ده يكون شجع لعيبة روسيا على تكرار نفس الفعل مع مدربهم سادارين اللي كانوا شايفينه ديكتاتورة ومش بيقف معاهم في أي مشكلة مع الاتحاد عكس بيشوفيتش. الاتحاد الروسي رد بتدعيم من مدرب سادارين والدفاع عنه، وسادارين قال إنه في العالم المتحضر يختار المدرب اللاعبين وليس العكس، وإن اللعيبة أغلبهم مضى على الرسالة بدون ما يقروا كل كلامها على إنها طلبات بزيادة المكافآت مش إقالته هو كمان. مع بداية سنة 94 الوضع لسه زي ما هو. بيشوفيتش كلم شاليموف وقال له إنه ما يعتقدش إن سادارين هيمشي، وإنه عنده عرض يشتغل كمستشار في كوريا الجنوبية ومش هيقدر يستنى أكتر من كده. بعدها نائب رئيس الاتحاد صرح بإنه ال 14 لعيب اللي مضوا على الرسالة مش هيلعبوا كأس العالم لو صمموا على مطالبهم. سادارين دعا 45 لاعب لاجتماع يوم 25 يناير 94 عشان يناقشوا استعداد الفريق للمونديال، فجه منهم 26 بس، والمجموعة المعترضة عملوا مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية عشان يؤكدوا على موقفهم. تارابانشيف صديق شاليموف والمستشار الرياضي للرئيس حضر المؤتمر ده. كولوسكوف رئيس الاتحاد استمر في دعمه لسادارين ووجه انتقاده للعيبة المعترضة، وقال ان اعتراضهم الفني ده بس منظر، انما في الاصل هم عايزين فلوس، وقال ان لو اللعيبة ما رجعتش للمنتخب فالفيفا ممكن يخلي استراليا تلعب في المونديال مكان روسيا. ده اكيد اي كلام يعني. بدأ المنتخب اول مراحل استعداده بجولة في امريكا، وسافر معاهم أوليك سالينيكو كأول المنشقين عن اللعيبة المعترضة، وفي شهر فبراير رجع كمان سيرجيو ران للمنتخب. واضح ان سفر بيشوفيتش خلى التمرد يهدى، غير ان الاتحاد الروسي زود المكافآت عشان يشغل اللعيبة عن باقي المطالب. مع الوقت انضم 5 كمان من اللعيبة اللي وقعت على الرسالة، واتبقى 7 لعيبة بس مستجابوش للضغوط ولعب الفريق المونديال، وخسر اول ماتشين ضد البرازيل والسويد، وكسب الكاميرون 6-1، وسجل يومها أوليك سالينيكو 5 أهداف عشان يبقى أكتر لاعب يسجل أهداف في مباراة واحدة في تاريخ كأس العالم لحد دلوقتي. الطريف إن سالينيكو انضم للمنتخب أصلا آخر سنة 93، لعب ماتش اليونان بس كبديل وبعدين مضى على الرسالة، ورجع تاني ولعب 3 مباريات ودية، وفي كأس العالم نزل كبديل لسيرجيو ران اللي بعد الماتش اختلف مع سادارين ورجع روسيا وما كملش البطولة، فلما اشترك سالينيكو جاب 6 أهداف وبقى هداف البطولة. سالينيكو بالمناسبة ملعبش دولي تاني بعد البطولة دي، لأن المعترضين على سادارين اعتبروه خاين، في نفس الوقت اللي مع سادارين ما كانوش بيحبوه، فبعد البطولة لما بدأ المعترضين انضموا للمنتخب تاني بعد رحيل سادارين ما انضمش، وهو أول وآخر هداف للمونديال فرقته تخرج من الدور الأول. اعتقد ان مشكلة روسيا كانت واحدة من مشاكل انتقال بلد كبير من الشيوعية للحكم الديمقراطي. اللعيبة بدأت تسافر وتتعلم الاساليب اللي الناس بره بتعملها للاعتراض ضد مسؤولين اتربوا على السمع والطاعة، وما عندهمش اي مساحة للاعتراض. وكلام رئيس الاتحاد للعيبة بعد ماتش اليونان كان واضح وكأنهم شغالين عنده.
ديمتري جاليامين واحد من اللعيبة اللي ما وقعوش على الرسالة كان قال انه كان موافق على كل الكلام ما عدا اقالة سيدرين، وان سقف المطالب في الرسالة كان عالي جدا فكان صعب جدا تلبيتها. والغريب ان اللعيبة السبعة المعترضين ما لعبوش كاس العالم خالص، وان ناس زي كينشلسكس او فيكتور اونوفكو اخدوا الجنسية اصلا عشان يلعبوا في كاس العالم. عودة بعض اللاعبين اللي وقعوا على الرسالة كمان عملت مشاكل جوه الفريق، لان الفريق بقى فيه ناس مع سيدرين وناس ضده، لدرجة ان سالينيكو لما سجل جول لروسيا ضد السويد اغلب الاحتياطيين ما فرحوش للجول وما كانوش مبسوطين، فالروح الجماعية كانت في الارض. ملاحظ كمان ان رئاسة الجمهورية ما كانش ليها اي رد فعل على طريقة خليهم يتسلوا، فواضح انها نفس السياسات.